النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة الفتة المصري من ألذ الأكلات اللي المصريين بيعشقوها حرفيا. بتتعمل عندنا في عيد الأضحى، ويلا بينا على طول نشوف هنعمل ايه. أول حاجة حضرت حلة وحطيت فيها معلقة زبدة وشوية زيت صغيرين جدا، وده عشان أشوح فيه اللحمة قبل السلق. بحب أشوح اللحمة قبل ما أسلقها، التست بيبقى عالي قوي. ودلوقتي حضرت بصلايه، حضرت فلفل اسود، حضرت ورق لورا، حضرت واحدة حبهان، ودي كل اللي انا هستخدمه في اللحمة. ودلوقتي هديها تشويحة بسيطة كده، ومش هحط الملح في المرحلة دي، انا بحط الملح قرب استوى بس كده. خلاص خدت لون معايا، ودلوقتي هحط عليها المية. مش هحط زي ما قلتلكوا الملح في اول السوى، بحطه قرب السوى، يعني قرب ما خلاص هتستوي بحط الملح. ودلوقتي على طول هحضر الرز. حطيت شوية سمنة، اي نوع سمنة عندك. حطيت كوبايتين رز، ودلوقتي هضيف المية يدوب، يعني الرز فوق الرز بحوالي عقلة صباع. في ناس بتحب تضيف للرز شوربة، انا مش من هواة خالص ان الرز يضاف له شوربة، يعني حسب كل واحد ما بيحب. انا طبعا ضفت المية سخنة، وبعد كده اول ما بيغلي خلاص بغطي النار. ودلوقتي قطعت العيش وهبتدي احمره في السمنة. جربت ان انا احطه في الفرن، يعني بدهنه برضو سمنة. لقيت انه فعلا فارق ان انا اقلي العيش كده احمره في سمنه على النار، بيبقى افضل كتير في الطعم. ودلوقتي هبتدي احمر اللحمه، هعمل كله في طاسه واحده. حطيت زبده وبعد كده حمرت اللحمه. ودلوقتي هبتدي احمر التومه، حطيت حوالي مكعب ونص توم، بعمله في الفريزر كده على شكل مكعبات، بيبقى اسهل كتير. بس كده. مجرد ما الثوم بياخد لون معايا بنزل بالكزبرة، وبعد كده بنزل بالخل. حطيت حوالي 3 معالق خل، يعني من معلقتين ل3. وبعد كده بنزل بصلصة الطماطم، حطيت كبشتين بالظبط. الطماطم بكون سلقاها بدون اضافة مية، وبعد كده بضربها بالهاند بليندر. ودلوقتي حطيت نص معلقة سكر، وده مهم جدا عشان اعادل طعم الخل اللي انا حطيته. حطيت رشة كمون، حطيت رشة ملح، هسيبهم يغلوا غلوة بسيطة جدا. وبعد كده بضيف الشوربة بنزل شوية بشوية عشان اوصل للقوام المظبوط. بس كده. واخر حاجة حطيت هي يعني رشة كزبرة بسيطة جدا. ودلوقتي هحط العيش وهنزل عليه بشوية صوص بسيط جدا، واقلبهم كلهم مع بعض. الطعم هيكون مختلف طبعا جدا. وبعد كده هحط الشوربه، ما بلغش قوي يعني ان انا احط شوربه كتير عشان ما يعجنش معايا. ودلوقتي هبتدي احط الرز. حطيت الرز وبعد كده حطيت الصوص بتاعي، واخر حاجه خالص اللحمه، وكسرت اللون بكزبره. اي حاجه عندك اكسري بيها اللون. انا حطيت بقدونس مش كزبره. بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني في فيديوهات تاني. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا سلام عليكم.